السلام عليكم، مرحبا بكم عند فارس. اليوم نحضروا مع بعض موس الجوزية بطريقة سهلة بمقادير مضبوطة. بسم الله. عندي بياض حبة بيض، اليوم نديرو كمية صغيرة، نص كاس عسيلة، رشة ملح والجوز. نحط بياض البيض في غيسيبيون مع رشة مليحة تاع الملح، ونضربه بالضراب الكهربائي، نضربه بالباتوخ حتى نتحصل على بياض الثلج، بلون اون نيج. كي نوصل لهذا القوام نحبس، وهذاك النص كاس تاع العسيله نحطه في كسرونه ونحطه فوق نار متوسطه حتى يغلي. كي نشوفو غلا نطفي عليه ونبدا نزيد فيه بالتدريج لهذاك بياض البيض اللي طلعته، وراني نخفق، راني نضرب بالسرعه القصوى، نحط فيه بالعقل هكذا وما نحبش، وراني نضرب، ندير بشويه ونضرب حتى نكمل كامل الكميه تاع العسيله، ونبقى نضرب حتى نحس بهذاك الغيسيبيون. كي نكمل العسيله كامل ما نحبش متضرب حتى نحس بالإناء برد. ثم موس الجوزية راهي واجدة معنا. هذا هو القوام. نحطها في كيس حلواني بوشادوي، نعمر بها لا بوشادوي، ونجيب لي فيغين ولا كؤوس صغار اللي متوفر، تقدروا حتى تحطوهم في الكيسان تاع لاتاي. نحط كميه من موس الجوزيه، ونحط جوز كنت كسرته شويه وفتته، ونزيد فوق هذاك الجوز المفتت نزيد نحط موس الجوزيه، وفي الاخر نزين بحبة جوز. نكمل نعمر كامل ليفيغين. أنا هذه الكمية عطتني 6 ليفيغين صغار. طريقة سهلة تاع موس الجوزية هايلة وتوالم للسهرات. جربوها إن شاء الله الوصفة تعجبكم. شكرا على المشاهدة، وإلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. ما تنسونيش بالدعم واللايك والاشتراك. ربي يحفظكم.